واللي جيت قلت لي ندير لي شي تصويره مع الشيخ علال تاع بين الشيخ علال، فين عرفتوه التاريخ ديالو؟ في وجده نعرفوا في وجده دائما قدام باب السيد عبد الوهاب. واش يدير باب السيد عبد الوهاب؟ كيدير الحداقي هاك حكواتي حكايات وكذا. المهم معروف على الصعيد الدولي، على الصعيد الدولي والصعيد ركاتي واه ولي يعني هذه نسيت طول عمره وراه يعني بهذوك القلائل هذه مناسبه بعد هذا الشيء خلال الناس اللي بديت معهم وانت على صغر كلهم شكون هما كاع؟ الشيوخ اللي خدمت معهم شي 25 شيخ اللي خدمت نروح نقول لك يقولها غير 25 شيخ. زيد الشيخ 25 شيخ كان منهم غادي نحسبهم لك اللي عقلت عليه وغير اللي عقلت عليه غادي ندوروا عليه. الوكيل ديال التوريث كان الشيخ عبد السلام، كاين الشيخ البوراشدي حماد، كاين الشيخ عبد الله المكانه، كاين الشيخ العموري، كاين الشيخ الخضر الفقير، كاين الشيخ يحيى، كاين الشيخ المهدي، كاين الشيخ مفتاح، كاين الشيخ الميلود، كاين الشيخ احمد الوكيلي، كاين الشيخ احمد ليون اللي راه باقي على قيد الحياه، كاويه باقي على قيد الحياه. كاين نعم سيدي الشيخ محمد السالمي نتاع بن ابو يحيى الشاعر الكبير. كاين يعني الشيوخ اللي هما فيهم كاين الذهبي شعيب رحمه الله، كاين السي عبد القادر بن سيدي علي، كاين الشيخ الميلود العيوني، التركه نتاع بن جناسن، سلطان القصبه. يعني هاد الشيوخ مساكين اللي خدمنا معاهم. كاين مع عبد القادر هادو غير صحاب الحلقه، ما خلينا اصحاب الاعراس، عبد القادر الوكيلي، الشيخ بن يونس، الشيخ محمد، اسمح لي نقاطعك، الشيخ محمد خدمت معاه اليونسي، والشيخ علي التينيساني، الشيخ علي التينيساني والزينبي، الزينبي عبد الثاني محمد، خوه مصطفى، هادو كاع يعني الاصدقاء ديالي كاع خدمت معاهم. هادو كاع خدمت معاهم، هادو كلشي لقاو الله. بقيت لنا غير انت بركه مع الشيخ احمد لي وشي وحدين حاجه قليله. سؤال اخر ودي الشيخ باش واش باقي شي خلاف؟ انتم واش كان شي راه شاد المشعل؟ انا بنفسي جات القناه الاولى في 2009 جاو من الرباط على قدري، جاو عندي للدار، داروا معايا واحد البرنامج كان صناع الفرجه. عندي الولد ديالي قلت له وليدي روح تصور معايا، قال لي ابا انا ما يشوفونيش في التلفازه. عندي يعني ذاك الولد قال لي ابا انا ما نتصورش في التلفازه، ولكن على حساب القناه واليوتيوب هو اللي مكلف لي بهذوك الصوالح. انا ما قاريش امي، والحمد لله وراني راضي عليه، راه ولدي وراني راضي عليه. الله امين يا ربي، امين في هذا النهار الكبير ديال هذه الوعده. امين، الله يرضي، الله يفتح له، الله يرضي على ولاد المسلمين. امين امين. الله يجعل رب العالمين يتوينا للخير. امين. واحد القصيده غادي نقولها لكم باش تهلاو في الوالدين كامل. يلا تمشى بسم الله. يا والد الاولاد منهم نوصيك واحذي روحك ما تامنشي فيهم، كانك مت والله ما يبكي عليك، يفرحوا بالشيء اللي تهدى ليهم. هذا القول صحيح ما نكذبش عليك، وهذا الجيل الكل ما قلته فيهم. 9 اشهر بكمال وامك حامل بيك، يتمناوك في الكبر تخدم عليهم، وباك يتعب يلبسك اللي يرضيك، واليوم منين كبرت على راسك نايفهم. ضيع امك وباك حاجه ما تذيك، والله في القران وصاك عليهم، هما ربحك واسباب رزقك وعينيك. واخدم يا شباب وتهلا فيهم، انت في الغيبه وباك يسول عليك، وما يتهنى حتى تكون مساميهم. انت في الغيبه راه خارج وباك يعني فين راه محمد، فين راه جيلاني، فين راه قدور، ما يتهنى مسكين تقول له امه ايوا راه داخل راه في الدار وراه كاع صارينا. انت في الغيبه وباك يسول عليك، وما يتهنى حتى تكون مساميهم. مسخوط الوالدين ماذا يسرى بيك، وإلا ما سمحوا لكش تتعذب منهم. الجنة تحت قدامهم راني نوصيك، انا قاريها الكتب انظر فيهم، اقرا في الكتب واخزر بعينيك وتشوف الله واش تقال عليهم. يا سعادتك كانهم رضاو عليك، وإلا ما سمحوا لكش تتعذب منهم. في الدنيا ما كانش حد اللي يبغيكم، سخيط الوالدين ربي تحفظنا منهم. امين. طيع امك وباك حاجه ما تديك، هما ربحك واسباب رزقك وعينيك، واخدم يا شباب وتهلا فيهم. من غير امك وباك واحد ما يبغيك، ولا تقول لهم عفين ولا تنهرهم. يعني هالقصيده تاع الوالدين والشيخ اللي تعرفوني فنان عشت معكم، دوروا الحركه جبدوا لك اش ما تكتبوا. البدايه بسم الله. يلا كرموا الشيخ، كرموا الشيخ، كرموا الشيخ، كرموا الشيخ. الشيخ علال انا عشت معكم راه ب 53 سنه وانا ندير الحلقه، ما عندي لا وزير، ما عندي معمل، ما عندي والو. انتم هما عيني
هذا السي فريد، هذا راه برنامج ماشي في التعليم، يعني في الحياه العامه. مدرسه بدون جدران، الحلقه مدرسه ما على كل في الهواء اطلق. فالحاج الله يطول عمره، يعني فرصه جميله في سيدي بوهريه، وكنشوفوا يعني المنطقه الاستراتيجيه اللي خدات الوفود يعني ديال سيدي بوهريه، اللي كتبقى يعني وعده لفرصه صله صداقه بين اهالي سيدي بوهريه وضيوف الكرام، وكذلك صله الرحم بين اهالي سيدي بوهريه والفضاء، يعني وكاع القبائل تلمت باش دير هذه الوعده اللي كتبقى يعني الاكل كنعرفوا المنطقه الشرقيه والمغاربه يعني كرماء ديال الاهل والجود، فقط غير يعني فرصه لمجلس التواصل بين الاحبه، وتحيه الناس ديال البوهريه سيدي بوهريه بدون استثناء كاع القبائل كامل.